أصيب 5 أشخاص في هجوم طان في اسكتلندا على يد رجل أبيض بسبب تصاعد الخطاب المعادي للإسلام اللي كلنا بقينا نشوفه بشكل متزايد. وقبل ما تقول إزاي عرفتي إن ده ليه علاقة بالإسلاموفوبيا وبالمسلمين؟ تعالوا نشوف المهاجم اللي طعن الناس قال إيه بعد ثواني من القبض عليه. شكرا جزيلا على مساعدتكم للبلد وللرجالة اللي عملوا كده. شكرا للشابين وأنا بشكرهم جدا. شكرا جزيلا. فلو في حد منكم ما فهمش اللهجة، أنا قلت لكم مرارا وتكرارا، أنا بحمي البلد من المسلمين الأوباش دول اللي بيغتصبوا بناتنا الصغيرين وولادنا. كفاية كده، أنا زهقت. تمام، أعتقد إن الموضوع واضح جدا. إيه كان دفعه ورا هجوم الطعن ده؟ وأنا عايزة أتكلم عن الموضوع ده لأن زي ما أنتوا عارفين إحنا بنقضي وقت كتير بنتكلم عن الحاجات المجنونة اللي بتحصل في بريطانيا، خصوصا دلوقتي مع تحقيق إصابات الاستغلال الجنسي. لو لسه ما سمعتوش عن أكبر فضيحة سياسية في كل الأوقات، وفي رأيي اللي بتخلي اللي بيحصل في ملفات إبستين حاجة بسيطة جنبها، إحنا بنتكلم عن 150 ألف بنت صغيرة أغلبهم من البيض في بريطانيا تعرضوا لاستغلال جنسي منظم وجماعي، والحكومة أخفت الموضوع، والأنظمة الطبية زي ال NHS أخفت الموضوع، والمجالس المحلية أخفت الموضوع، وطبعا المجتمع المسلم ما عملش دوشة كبيرة عن الموضوع ده. وبقى واضح جدا إنك ما تقدرش تخبي حاجة زي كده إلا لو في نظام بيحاول يسكت الكل وما يخليش حد يتكلم، لأنهم كانوا خايفين من الهجوم اللي ممكن يحصل، كانوا خايفين من العنصرية اللي ممكن تظهر لو القصة المجنونة دي اتكشفت. ودلوقتي بعد ما القصة دي انتشرت، الناس في المملكة المتحدة اللي كانوا أصلا حاسين بغضب وإحباط شديد بسبب حاجات كتير حصلت في السنين اللي فاتت، الموضوع تقريبا وصل لمرحلة الغليان. أظن كلمة تقريبا دي قليلة على اللي حصل، من قطع رأس الراجل في بلفاست لحد إن المملكة المتحدة دلوقتي بقت بتمنع السوشيال ميديا بشكل واضح، وكمان كانت هتمنع المسيرة اللي نظمها تومي روبنسون ومنعت دخول المتظاهرين اليمينيين، وهكذا وهكذا. مشكلة الهجرة اللي بتزيد في إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا مخلية ناس كتير قلقانين جدا جدا، وإحنا عارفين خطاب المسلمين حوالين الموضوع ده دايما كان إيه؟ ما ينفعش تتكلم عنه، ولو اتكلمت تبقى عنصري. ما ينفعش تقول إن كل المسلمين إسلاميين، ما ينفعش تقول إنهم كلهم سيئين لمجتمعنا. وفي نواحي كتير هم عندهم حق، هم عندهم حق. بس قبل ما ندخل في تفاصيل إزاي السياسيين ردوا على الحدث المؤلم ده، وطبعا إزاي الإسلاميين بيحاولوا يفسروا الموضوع لصالحهم، تعالوا نشوف إيه اللي حصل فعلا في الهجوم نفسه، لأنه مش حاجة ممتعة. وحابة أفكر كل الناس الحساسة اللي معانا هنا إن اللي جاي محتاج تحذير. في البداية الراجل من غير قميص، فده هو الشخص، هو ماشي بسكينة في إيده. أنا شايفة إن ده لوحده شيء مرعب، ومش بيساعد إنه عنده تاتوهات ومن غير قميص، وده بيخليه يبان إنه مجنون، ودلوقتي بدأ يجري على الناس. حاجة أقدر أقولك إني مش هقدر أقدرها دلوقتي. أظن نقدر نفترض من الفيديو ده اللي بيحاول فيه يكسر الباب ويطعن الإزاز إنه مش ناوي يكون لطيف قوي بالسكينة اللي في إيده. واللي يلفت النظر فعلا هو عدد الناس اللي ماشية عادي كده وكأن كل حاجة تمام ومشغولين في تليفوناتهم. تمام، دي اللحظة اللي اتقبض عليه فيها من الشرطة أو تحتجز. وانتي ممكن تسمع صياح الناس أظن جوا المحل، مش متأكدة، وهم بيقولوا لا لا لا، والحمد لله قدروا يمنعوه يدخل. يولف، بس محتاجين مرة ورا مرة نحمي البلد من الناس دول اللي بيعتدوا على بناتنا وأولادنا. كفاية بقى، أنا زهقت خلاص. الراجل أعتقد غالبا من قبل كده، مش عارفة ليه هو ده طلق ناري في الزجاج الأمامي بتاعه، مش واضح، وده هيكون مثير للاهتمام في حد ذاته. أهو رجال الشرطة جايين يدوروا عليه، أظن في مكان الحادث. مسلمين. يلا نسمع. الراجل فقد أعصابه، شلح التيشيرت بتاعه، جري في الشارع ورا الناس بساطور وبيصرخ: أنا زهقت منكم يا مسلمين. من الناحية الإيجابية مش شايف إن حد اتأذى فعلا، وهو دلوقتي تحت السيطرة. ده مش صحيح، في ناس اتصابت. مش عارفة أعمل إيه، أنا مش عارفة. فده الفيديو اللي بيورينا اللي حصل فعلا في الحدث.
وطبعا عندنا كير ستارمر بيرد. فعلا شيء فظيع، ما حدش المفروض يواجه العنف في شوارعنا. الشخص ده واضح إنه مدفوع بكراهية ضد المسلمين. أنا مش هسمح بده، هو هيواجه القانون بكل قوته. أفكاري مع المصابين، وبشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم. دلوقتي لو كنت هتبص على ده بس هتقول لنفسك تمام، أظن ده رد قوي من رئيس وزراء. رئيس وزراء ممكن فعلا يستقيل الأسبوع ده، بس ده موضوع تاني خالص. ده منطقي. لازم تقول إن أي هجوم عنصري متطرف هو مشكلة كبيرة جدا. أظن المشكلة اللي الناس عندها مع كير ستارمر ومع التغريدة دي مش في محتوى التغريدة نفسه، لكن في الوضع ذي المستويين اللي حاصل دلوقتي. لأني هفكرك إن كان في حاجات كتير جدا وخطيرة جدا ضد البيض بتحصل في الأسابيع والسنين اللي فاتت، بس الناس كانوا عارفين عنها أقل، أو الإعلام غطاها أقل. وكير ستارمر كان دايما ساكت شوية عن الموضوع ده، وما طلعش بتصريح واضح إننا لازم نتعامل مع ده بكل قوة القانون. وطبعا تومي روبنسون هو اللي هيطلع يتكلم عن الموضوع، صح؟ نفس المدينة بفارق 90 يوم. واحد بيتقال عليه إنه عنده مشاكل نفسية عشان الراجل ده عمل حاجة وحشة جدا، والتاني هيتحاسب بكل قوة القانون. تومي روبنسون عمره ما بيسكت في الحاجات دي. بس أنا عايزة أتكلم عن مهدي حسن، لأن الطريقة اللي مهدي روج بيها للرواية دي عن القصة بتقول لنا كل اللي محتاجين نعرفه. في البداية النوع ده من الهجوم هو حاجة محدش عايزها. محدش عايز أي نوع من العنف في شوارعهم، إلا لو كان شخص مش سليم فعلا. معظمنا مش عايزين نعيش تجربة إننا نمشي في الشارع ونضطر نتعامل مع فكرة إن حد ممكن يطعننا أو يغتصبنا أو يهاجمنا أو يضربنا أو يرش علينا سبراي الفلفل أو يضربنا بالنار. أغلب البشر بيحسوا كده. ودلوقتي ده بقى شيء تم استغلاله كسلاح فعلا، استخدم كسلاح ضد الناس العاديين في المملكة المتحدة، لأنهم خلقوا خوف مجنون بالشكل ده. لو قلت أي حاجة عن المشاكل اللي بتزيد في المجتمع بتاعك هتبقى أنت المسؤول بالكامل عن النوع ده من الأفعال العنيفة. واللي زود الموضوع أكتر إنهم دلوقتي بقوا يقدروا يقبضوا عليك بسبب منشوراتك على السوشيال ميديا، لو هم شايفين إنها ممكن تأثر على حد وتدفعه يعمل حاجة معينة. مش لازم يكون تأثير مباشر، مش شرط إنك كتبت البوست ده وبسببه حد خرج وعمل حاجة وبينسبوا ده ليك. لأ، مجرد احتمال بس، مجرد احتمال إن اللي بتقوله ممكن يسبب النوع ده من الضرر. ودلوقتي في المملكة المتحدة الفيديو ده لراجل بيقول: يا إسلاميين، يا أولاد الكلب الإسلاميين. الفيديو ده بيدي الإسلاميين اللي كانوا بيغطوا على عصابات الاستغلال الجنسي وبيغطوا على الجنون اللي بيحصل في المملكة المتحدة، الفيديو ده إدالهم كل الذخيرة اللي كانوا بيتمنوها علشان يثبتوا وجهة نظرهم إنكم يا جماعة مش هتقدروا تكشفوا الحاجات دي، مش هتقدروا تتكلموا عن الحاجات دي، لأن لو اتكلمتوا هتكونوا مسؤولين عن العنصرية. وأظن أحسن مثال على ده هو مهدي حسن. للي ما يعرفوش، مهدي ده يعني مش عارفة أوصفه إزاي. هو شخصية مؤثرة ومعلق على الإنترنت، وطبعا هو إسلامي. دلوقتي بعض الحاجات اللي اتكشف إنه قالها في الماضي سيئة جدا جدا، بس عنده لكنة إنجليزية وبيحب يبين نفسه كأنه فعلا مع الشعب الإنجليزي. وطبعا في ده هو بيحاول على قد ما يقدر يروج إن الاستيلاء الإسلامي على المملكة المتحدة وكل اللي بيحصل مع عصابات الاستدراج والاستغلال الجنسي مش مشكلة كبيرة. وطبعا الإعلام بس هو اللي بيكذب عليكم وبيحاول يضحك عليكم وهكذا. فتعالوا نقرأ هو بيتكلم عن الحدث ده إزاي. ده إرهاب ضد المسلمين، متهم ومطبع من ناس في السلطة ومحدش عايز يتكلم عنه أو ياخده بجدية. عيب. وطبعا ده كان تقرير BBC نيوز أوروبا عن الموضوع. 5 مصابين في هجمات مشتبه إنها ضد المسلمين، ورجل مسلح بيتجول في شوارع إدنبرا. كلكم شفتوا الفيديو اللي عملناه عن إزاي BBC بتحب تغطي الحاجات دي؟ فاكرين لما كان في مهاجر إسلامي حاول يقطع راس واحد أبيض في الشارع، وهم نشروا بوست سخيف زي ده وقالوا محاولة طعن في شوارع بلفاست، مع إننا كلنا عارفين بالضبط إيه اللي كان بيحصل. خلي بالك إنهم هناك عمرهم ما كانوا هيقولوا إن ده ضد الراجل الأبيض. هنا هم مبسوطين جدا يقولوا إنه هجوم ضد المسلمين عشان ده بيتماشى مع الكلام اللي بيدفعوا بيه من زمان. 5 رجال اتصابوا في سلسلة من الهجمات اللي يعتقد إنها ضد المسلمين. وكان في راجل عريان الصدر شوهد وهو بيتجول في شوارع إدنبرا. وبتقول تقارير كبيرة في BBC إن الهجمات بدأت تاني جنب مسجد في غرب المدينة، واللي اتصاب فيه 2 يوم الجمعة بالليل. فيديوهات اتنشرت على السوشيال ميديا باين فيها نفس الراجل وهو بيخرب محطة بنزين وبيضرب أبواب محل بيتزا على بعد أميال
في الشارع لفام قبل ما الشرطة تمسكه على الأرض. مثير للاهتمام الفيديو اللي شفناه واللي الإزاز الأمامي اتكسر فيه، يمكن هو المسؤول عن كده. وده كان تقرير سكاي نيوز عن الحدث. تم القبض على رجل بعد سلسلة من الهجمات العنيفة في أدنبرا اللي أسفرت عن إصابة 5 أشخاص. الشرطة بتقول إنه تم الإبلاغ عن حوادث فيها اعتداءات وتهديدات وسرقة وتخريب في عدة مناطق من المدينة. ضباط مكافحة الإرهاب دلوقتي هم اللي بيتولوا التحقيق. جمعية المساجد الإسكتلندية بتقول إن المسلمين كانوا مستهدفين، وده سبب صدمة كبيرة في المجتمع. المجموعة قالت في بيان إنه الهجمات اللي حصلت في إدنبرا هي كمان أحدث حلقة في نمط مقلق من العداء والعنف الموجه ضد المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية في كل أنحاء اسكتلندا. في الشهور الأخيرة المجتمعات شافت استهداف للمساجد وحوادث عنصرية موجهة ضد المجتمعات المسلمة، وكمان زيادة عامة في الخطاب المعادي للمسلمين سواء على الإنترنت أو في الواقع. فيه إحساس عميق بالصدمة والقلق والغضب وسط المجتمعات المسلمة في أدنبرا واسكتلندا كلها النهاردة. الهجمات الأخيرة دي مزعجة جدا، ومع ذلك هي مش بتحصل في فراغ. طبعا على طول الطريقة اللي هيردوا بيها على ده هي إنكم عارفين إن ده كله مسؤوليتكم، ده ذنبكم. دلوقتي السبب اللي مضايقاني من الهجوم ده غير طبعا إن محدش يحب يشوف حد بيطعن في الشارع، وأنا شايفة إن ده أسلوب غير مقبول تماما في أي حاجة، بس مع ذلك أنا شايفة إن ده مش الأسلوب الاسكتلندي عادة. اللي بيعملوا كده غالبا ناس تانية هم اللي بيلعبوا دور الضحية هنا، وهم فعلا ضحايا لأنهم كانوا المستهدفين في اللي حصل ده. وعشان كده القصة دي بتضايقني، لأنها تديهم كل الذخيرة اللي محتاجينها عشان يقلبوا القصة ويخلوها تبان إن كل اللي بيتكشف دلوقتي في الفضايح دي مش حقيقي. الموضوع ملوش علاقة ب250 ألف بنت دول، ملوش علاقة بالسيطرة اللي كلنا شايفينها في مدننا. الموضوع كله إنكوا عايزين تأذونا، عايزين تضرونا. الموضوع عن فراغ انتوا اللي عملتوه، وده شيء فظيع وخطير ومشكل. وهنا عندي مشكلة مع القصة دي، لأن ما إن قصة راجل يطلع يطعن 5 أشخاص دي فظيعة وسخيفة، ده بأي شكل من الأشكال ما يلغي الجنون اللي شفناه في كل المملكة المتحدة مع السعود الإسلاميين. الموضوع مش بينفي نفسه، ومع ذلك هم دلوقتي بيستخدموا ده كدليل على إنك ما تقدرش تقول أي حاجة ضد المجتمع الإسلامي، لأنك هتكون مسؤول عن الراجل المجنون ده في اسكتلندا اللي ماشي من غير قميص. وبنشوف ده بسرعة جدا من بعض السياسيين المفضلين عندنا. عندك شبانة محمود. أنا مرعوبة من خبر الهجوم في إدنبرا. أنا ممتنة للشرطة وخدمات الطوارئ على شجاعتهم. المشتبه فيه كان واضح أنه متحفز بكراهية ضد المسلمين. ما فيش مكان للكراهية والعنف ضد المسلمين. أنا عارفة إن ده مش إحنا كدولة. على فكرة، فاكرين الهجمات اللي كانت ضد اليهود؟ قد إيه أخد وقت عشان يعلنوا إن ده كان متعمد ضد اليهود؟ واضح إنه أخد وقت طويل جدا طويل جدا طويل جدا. وعندك روبرت لوب بيرد على هنري نوفاك وبلفاست. ما تنسوش هو ليه بيقول كده. هو كأنه بيقول بصوا، هم هيحاولوا يشتتوا انتباهكم عن كل اللي بيحصل. هم هيحاولوا يشتتوا انتباهكم عن عصابات الاستغلال الجنسي وعن اللي بيحصل مع هنري نوفاك، الشخص الأبيض اللي اتقتل بسبب عنف الشرطة، وفي بلفاست اللي فيها راس راجل كانت هتتقطع تقريبا. هم هيحاولوا يخلوكم تركزوا على القصة دي بدل القصة التانية. ما تنسوش المشكلة الحقيقية هنا الراجل ده فظيع، ده مش مقبول. مفيش أي حاجة في التصرف ده مقبولة، بس هم عايزينكم تقعوا فخ الخطاب المضاد للإسلاموفوبيا علشان يقنعوكم إنكم تفضلوا ساكتين. وطبعا عندنا أكتر واحدة مش بنحبها في الكون اسمها بشرى شيخ. اللي حصل في إدنبرا لازم يقرف أي حد. يا رب روبرت لو، ريتشارد تايس، إيلون ماسك وتومي روبنسون وباقي صناعة الكراهية ضد المسلمين يكونوا فخورين بنفسهم. أنا تعبت جدا من الكراهية اليومية. كفاية بجد، كفاية عليكم كلكم. للناس اللي مش عارفة، دي ست راحت إيران علشان تروج للجمهورية الإسلامية، وأظن ده بيقول كفاية عن مين دي فعلا. فالشخص ده راح في موجة قتل عشوائية في أدنبرا، طعن وهاجم على الأقل 5 أشخاص كلهم اتصابوا. واضح جدا، واضح إنها عملية إرهابية، هجوم ضد المسلمين. الشخص قال إنه عمل كده لأنه كان عايز ينظف المملكة المتحدة من أولاد الكلب المسلمين. طيب دلوقتي خلينا نبص على بروفايل بشرى شيخ شوية، لأني مهتمة أشوف إذا كان في أي حاجة هنا، أي حاجة عن اللي حصل مع عصابات الاستغلال الجنسي. وده خبر كبير جدا، هو خبر أكبر. 250 ألف بنت صغيرة
تعرضوا للاغتصاب الجماعي بشكل متعمد من نظام منظم، وكانت الحكومة مخبية الموضوع، وده خبر أكبر بكتير من إن 5 أشخاص يطعنوا من واحد من شنو بريطانية المنشأ، باكستانية، جذوري من غرب آسيا، وفخورة بالاثنين من غير اعتذار. يلا نشوف. عنا حاجات ضد إسرائيل، وعنا هي بترد على الناس اللي بيكرهوها. أنا مهتمة أشوف. طيب، دي تعليقة. أكبر مرتكبي الاغتصاب الجماعي كانوا المستعمرين، عصابات الاستغلال الجنسي على مستوى العالم. ده اللي عندها تقولوا عن عصابات الاستغلال الجنسي. في ناس بتشوف ضحايا عصابات الاستغلال الجنسي وعايزينهم ياخدوا حقهم. روبرت لو شكله شافهم فرصة عشان ينشر دعايته ضد الإسلام. استغلال بشكل مبالغ فيه، فعلا حاجات مقززة. التقرير المستقل ده خلص إن الادعاء كان مبالغ فيه جدا ومش مبني على أدلة موثوقة. يا له من شخص حقير. فهي بتنشر هنا إن القصة دي مش حقيقية. طيب، فده نوع الشخص اللي بنتكلم عنه، عشان تبقوا كلكم عارفين مين هي بوشرا شيخ وليه بتنشر عن الموضوع ده. بس عندك مهدي حسن في نفس الأسبوع اللي روبرت لو نشر فيه تقرير الكاذب عن الاغتصاب الجماعي وادعى زورا إن المسلمين اغتصبوا 250 ألف بنت بيضاء، وفي نفس الأسبوع إيلون ماسك كبر الموضوع ده. هل في حد مستغرب؟ هم بيحرضوا على العنف ضد المسلمين وبيشجعوا المتطرفين. خلينا نكون واضحين جدا، ده رئيس حزب الخضر. الكراهية الشديدة ضد المسلمين اللي بيبثها السياسيين وصاحبهم إيلون ماسك صاحب التريليونات بتخلق ظروف للهجمات البشعة دي، كل التضامن مع المجتمع المسلم في إدنبرا وخارجها. طبعا اللي مش بيتكلموا عنه هنا هو إن الهجمات الإسلاموفوبية ممكن تكون بتزيد، بس إيه عن كل الحاجات اللي بتيجي مع زيادة الأسلمة؟ هم عايزينك تركز هنا. ده نمط واضح جدا وده خطاب واضح جدا، بس إحنا أخيرا نقدر أخيرا نثبت إن موضوع عصابات الاستغلال الجنسي خطر تتكلم عنه، لأن معناه إن 5 ممكن يطعنوا في اسكتلندا. لا، زيادة الطعنات وزيادة الهجمات وزيادة استخدام الإرهاب كطريقة لنشر رسالة سياسية، ده بدأ من مكان تاني وما كانش من الاسكتلنديين. خلينا نكون واضحين في النقطة دي، لازم نفتكر ده كويس. ولازم نفتكر كمان، أيوة، عادي جدا أننا نسمي الهجوم الإرهابي ضد مجموعة من الناس باسمه، لأن ده شيء فظيع وما ينفعش حد يطعن حد أو يهاجم حد أو يقتحم ممتلكات حد. بس حقيقة أن ده حصل مش معناها أن صعود الإسلاميين في المملكة المتحدة مش مشكلة كبيرة وفورية، وحقيقة أن المتحدثين الرئيسيين باسم الإسلاميين بيتبنوا الرواية دي بسرعة بتوضح لك كل اللي محتاج تعرفه عن القصة دي. شكرا لاهتمامك بالموضوع ده.